واحده بتقول اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ابني مات من الحسد. فيديو مواقف حسد جديد. واحده بتقول مره رحت عزا وكل الناس كانت عماله تبص لي جامد، منبهره بقى بشكلي والذهب الكتير اللي انا لابساه وجمالي وكل الحاجات دي. تاني يوم على طول والله العظيم عملت حادثه بالعربيه وقعدت سنه كامله ما بمشيش. واحده بتقول اخويا توفى وهو عنده سنه ونص. واحده ضيفه عند الجيران جارتها جابتها وجت وبصت على الولد قالت الله الولد ده امور قوي، انت واخواتك حلوين قوي كده ازاي؟ هي قالت كده الظهر، الولد في المغرب كان في القبر. واحده كمان بتقول انا عندي عربيه وواحده جارتي شافتني وانا بركن، انا بعرف اركن كويس الحمد لله، بس في اليوم ده تحديدا وانا بركن وماشيه كده الفانوس اتكسر. عايزه اقولك ان موضوع العربيات ده بيحصل كتير جدا وحصل معايا انا شخصيا كتير قوي. الاقي واحده راكبه معايا لما تنزل من العربيه بالليل اعمل حادثه او العربيه تروح الميكانيكي. واحده بتقول انا ما كنتش بصدق في الحسد خالص رغم ان العين حق، بس صدقت بعد ما ابني الكبير اتحسد من واحده ربنا يسامحها. لما شافته وفضلت تقول لي انتي ما شاء الله ابنك بيصرف عليكم علشان ابوه ما كانش لاقي شغل وابنك بقى مكفيكم وكده، وانتوا ما شاء الله يعني ابنك ومش ابنك وبيصرف ومش بيصرف. تاني يوم بالظبط ابنها حصل له ورم بدون سبب في رجله. بعدها كشف عند الدكتور وعمل عملية والدكتور مستغرب هو ده حصل له ازاي، لكن خف بعد شهرين وبتقول ربنا يبعد عننا الحاقدين والحاسدين. كنا مسافرين العمره العام الماضي بعد رمضان ب 15 يوم، وكنا ناويين انا وماما واخواتي نقعد في العمره لحد موسم الحج ونحضر الحج ونرجع بعد عيد الاضحى. فيوم السفر حسبي الله ونعم الوكيل، واحده ربنا ما يسامحها قالت انتوا رايحين كلكم وسايبين البيت فاضي، ماما اتوفت قبل ميعاد الطياره بساعه. انتوا متخيلين يا جماعه ان الحسد بيوصل للموت؟ واحده كمان بتقول صاحبتي دخلت شقتي بعد فرحي بشهر علشان تبارك لي، فلما شافت جهازي وشافت حاجتي وهدومي وقالت لي ايه ده مامتك جهزتك بكل ده؟ يا نهار اسود كل ده جهاز؟ بتقول اقسم بالله ما استمتعتش بالجهاز بتاعي، وبعد 3 شهور جواز اتطلقت وخدت حاجتي واتبهدلت في المحاكم وفي كل حاجه منها لله. واحدة كمان بتقول لما جيت اتخطبت بنت خالتي فضلت تقول يا بختك خطيبك غني وهتعيشي عيشه مرتاحه مش زي متبهدله. المهم اتجوزت اقسم بالله ما شفتش يوم عادل معاه من كتر بخله ومن كتر المشاكل اللي بينا، ربنا يسامحها. كل ما اشتري حته دهب اوريها لصاحبتي فتقعد تقول لي هاتي يا اختي في الدهب، هاتي هاتي انت مين متدلع غيرك؟ اقسم بالله ما تهنتش بيه، وفي 5 قطع منه اتسرقوا وغير اللي اتبهدل وضاع. كنت في التعليم شاطره جدا، فطنط جارتنا كل ما تشوفني تقول لي يا حظ اهلي بيكي، يا بخت اهلك بيكي مش زي عيالي. فجيت في الكليه بقيت عمري ما طلعت صافي وكل ترم بشيل ماده واتنين. كان عندي اخت زي القمر كل اللي يشوفها يقول لي ماما ايه البنت القمر دي ولا الاجنبيه؟ فضلوا يقولوا لها كده لحد ما في يوم واحده جارتها برضو قالت لها انا نفسي اجيب بنت شبهها. اقسم بالله اختي توفت وهي عندها 9 شهور. بصوا دي بقى مؤثره جدا. واحده بتقول لما ولدت واحده من اهلي قوي قالت لامي اني كنت مخبيه واني حامل في بطني ولد وعلى ايه وبتاع، هو مفيش غيرها هتجيب صبيان ولا ايه؟ اقسم بالله العظيم ابني اتحجز بالتهاب رئوي وكان محطوط على اصعب الاجهزه وجاله ثقب في القلب وعمل قسطره ورديه لانه ما كانش بيعرف يرضع ولا بياخد علاج وعلق دم واتبهدلت بيه شهر، ربنا وحده اللي عالم وانا مش قادره اسامح وحسبي الله ونعم الوكيل، وابني لسه تعبان لحد دلوقتي وهو عنده سنه. واحده بتقول انا رسامه ومشهوره جدا وبنزل كل رسوماتي على كل الابلكيشنز، فالمهم مره واحده كده بدون سبب لقيت ايدي ما كانتش مش قادره اكتب بيها ولا ارسم ولا اعمل اي حاجه، وايدي الاتنين فضلت حوالي 3 شهور ما برسمش ولا حاجه وما عنديش شغف خالص وبعالجهم. كنت قاعده مع بنت عمي مره وبتقولي هو انت ليه وشك ابيض وانا سمره او سودا كمان؟ جيت بالليل كنت بحمر بطاطس وشي اتحرق. حتى يا جماعه السنن والقراءه القران بتتحسد. واحده بتقول كنت بصلي جميع السنن والفروض وكل حاجه وبقرا قران وبخلص كذا ختمه في الشهر الواحد وابدا في الثانيه، لحد ما في حد عارف بالصدفه بطلت اصلي السنن وبطلت اختم القران وبطلت اصلي اصلا. واحده بتقول كنا جايبين عربيه جديده فماما بتهزر مع صاحبتها بتقول لها احنا جايبينها ليا، فمن وقتها وانا بتعالج من ورم حميد على الحنجره وخفيت بعد بهدله رهيبه. واحده قالت لي انت عيونك شبه الباربي وشبه الكرتون مع اني شايفاها عاديه، طلع لي كيس دهني في عيني. واحده بتقول اقسم بالله اختي فقدت بصرها بسبب الحسد، كل اللي يشوفها يقول لها انت قمر، انت عينيكي تجنن، انت ما فيش منك، لحد ما حصل لها حادثه وفقدت بصرها. بصراحه مواقف صعبه جدا، حصنوا نفسكم يا جماعه وحسبي الله ونعم الوكيل.